يوم واحد في السنه بنقعد نستناه عشان نرتكب في معاصي كتير كده، ونقعد نبعزق في فلوس بقى. طب ليه ها ليه يعني ليه فاهم؟ افهم ليه؟ ايه السبب؟ ايه اللي حنكه في الموضوع ده؟ ليه يعني فلوس حرام؟ ليه يعني لو فلوس حرام ليه يعني؟ اشوف لك مسلسل يا اخي، اقعد على النت العب رياضه، العب رياضه، انزل الجيم يا عم، انزل الجيم، انزل هتعد برضه في الجيم دي 8 9 10 تقل وزنه دي مجموعه خلصت وعد السنه الجديده. احنا مش هنتكلم عن الفنانين عشان اللي مش قد الكحل ما يتكحلش يابا، دي حفلات اغنياء. فمش هنتكلم بقى على حفله فنان التيكت بتاعه ب 3000 جنيه والكلام ده مش بتاعنا، احنا مالناش فيه. يعني لما حفله مطرب تبقى ب 3000 جنيه، يعني يا عم بفرض ان انت قعدت طول السنه اللي فاتت دي تحوش عشان تجيب تمن تيكت الانترست اللي هو 3000 جنيه. طب ما انت هتدخل جوه هتلاقي الريد بول ب 100 جنيه، ازازه البيره ب 250 جنيه، اللي هو تخرج تجيب بيهم صندوق بيره تقعد تشرب فيه وتتكرع لحد نيويورك الجديده يا ابن الجحده. ثم ما احنا اللي غلطانين، يعني احنا اصلا اللي غلطانين، احنا اللي بنصرف فلوسنا في تفاهات وشي اكل وشرب ولبس وتعليم ومواصلات وبتاع. ايه في اولويات يا اخي، يعني احنا اللي تافهين في. تيجي بقى عند الحفلات والحاجات المهمه تقول لك منين ومعيش ومفيش فلوس. طب احنا اللي مستهترين يا اخي، احنا في اولويات يا ابن الجزمه. يعني احنا دي حفله عمرو، ده عمرو ما تاكلش وما تشربش، روح حفله عمرو يا ابني. كل ما اقول لحد تيكت ب 3000 جنيه يقول لي ده عمرو. ايه يا عمرو يعني ايه يا عمرو يا اخي؟ يعني ايه يعني اموت من الجوع عشان عمرو؟ تعالى بقى ننزل بالمستوى سيكا، اللي هو مستوى الشباب اللي زينا وبتاع. الكلابات ده من اغلى تيكت لاقل تيكت بدون ذكر اسماء عشان ما انسى. جرافيتي بار اند لونج 1500 جنيه التيكت على البار، وجايبين اوكسانا يا فندم. يعني ايه يعني ايه جايبين اوكسانا؟ يعني جايبينها لي البيت مثلا و1500 جنيه في اوكسانا؟ يعني هي هترقص لي لوحدي مثلا، ولا بعد ما تخلص هروح بيها؟ يعني اني جحش هيدفع الرقم ده؟ يعني مش فاهم، اني جحش منشنين على العرب بس، يعني عايزين واحد خليجي سري. هننزل بالمستوى اكتر بقى، فهنتكلم عن كافاليني وريفر سايد. التيكت ب 750 جنيه على البار، وجايبين برضو اوكسانا يا فندم. هو ايه الفرق بين اوكسانا يعني هنا واوكسانا في جرافيتي؟ مش فاهم. يعني جرافيتي حاجزين اوكسانا كلها، انما مثلا بتيجي في بقيه الكلابات مثلا بصدر واحد في النص كده. يعني ما انا بقى احنا بنفهم بس. ما شاء الله عليها اوكسانا واخده السيزون كله حفر وردم لوحديها. يعني انا ادفع 1500 جنيه عشان اوكسانا ترقص لي ساعه قدام الناس؟ ده انا انزل جامعه الدول اجيب احلى بت في البلد ترقص لي طول السنه باشتراك شهري 50 جنيه، واجيب بيج ماك تشيكن، وهتقعد تقول لي عز. طب ما احنا عملنا الثوره ليه يا بلد وسخه؟ ادينا رجعنا لورا 5 سنين تاني اهو. هو احنا مش كان اهم مطلب من مطالب الثوره دي ان احنا نعمم اوكسانا ونجعلها ملكيه عامه للشعب؟ ونزلنا وقفنا كلنا بالسجات وقلنا عيش حريه اوكسانا المهلبيه. الترند في الموضوع ده ان كل الناس بتقلد وخلاص. يعني انت شوف يا ابني اللي هيبسطك واعمله. ما انت ممكن تدفع 1500 جنيه ولا 2000 وتدخل تقعد في البار، مش جوك مش لونك وانت مش حابب الموضوع. شوف اللي هيبسطك واعمله على طول. ما يعني ما تفكرش، مش لازم، مش هو تقليد اعمى يا جدعان. عن نفسي هخلص جيم وهنزل ميدان التحرير، هاخد فلوكه ب 60 جنيه، وهجيب صندوق راني مانجا وهقعد اخربها في قلب الميه. اه والله العظيم انا ما هسكت. انا مش يعني انا عبيط، انا مش هسكت. اللي حابب يشاركني الفلوكه بتشيل لحد 10 تنفار، فال 60 جنيه هيتقسموا على احنا ال 10. يعني لو احنا 10 هندفع 6 جنيه النفر. انا عامه يوم في ميدان التحرير يوم راس السنه هستناكم مثلا على 11 وربع كده.